قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، النهاردة بقى مش هقول لكم زي كل يوم الفيديو كله طاقة إيجابية وحماس، لا النهاردة بقى الفيديو فعلا العيار تقيل قوي النهارده من التنشيط والتحفيز ان شاء الله باذن الله. تابعيني دايما من قناه عيش حياتك، هقدم لكم فيديوهات دايما محفزه. ما تنسيش تدعميني بلايك، ده تقديرك ليا حبيبتي، ده طبعا فضلا منك وكرما منك. ولو اول مره تشوفي قناه عيش حياتك اكيد يسعدني اشتراكك. عايزه اقول لكم ان انا النهارده بدات اليومي من اخر حاجه انتهيت بها امبارح. الصلصه كانت مستنيه تبرد شويه علشان اعرف افرزها في الفريزر، وطبعا الهاند بلندر سالتوني عليه. هاند بلندر حبايبي كنت جايباه ب 500 وشويه، واسمه صناعي. واهم حاجه لما تشتري هاند بلندر يبقى اليد بتاعه ستانلس، لان انا لما رحت اشتري الناس قالوا لي كده يعني، او الحاجات اللي انا قريتها اهم حاجه ان انا اجيب الايد ستانلس عشان يستحمل السخونه. لما تيجي تعملي عدس، تعملي مثلا بشاميل، تعملي اللي هو الصلصه، الحاجات دي يستحمل معاكي. فرمت الصلصه بتاعتي ما شاء الله ما خدتش منه وقت خالص، مقارنه لما كنت الاول مثلا بعمل كميه صلصه زي كده واقعد اعملها بقى في الخلاط. بصراحه كانت مجهده جدا، وانتوا كنتوا يعني بتنصحوني ان انا اجيب الهاند بلندر، ما كنتش مقتنعه. عارفه اقول يعني مش مشكله، ما ده حلو، هو هيوفر قد ايه في الوقت او في المجهود؟ لا بيوفر جدا جدا. ربنا يرزق يا رب كل واحده عايزه تجيبه، هو سعره مش غالي ابدا، وفي اسعار اقل من كده كمان. عايزه اقول لك هو مش استخدامه يومي، يعني هتستخدمي كل ما تعملي صلصه، تعملي عدس، تعملي بشاميل. في ناس بقى بتعمل بالعصاير، جربت اعمل بالعصاير ما حسيتش، لا يعني حسيت الخلاط افضل. طبعا الصلصه بتاعتي لازم اصفيها، يعني في ناس ممكن تشيل بتاعه المحاشي على ناحيه علشان مش مشكله تصفى، لكن انا بصفيها كلها، لان انا لما تتحط في الفريزر بتقعد مثلا اكتر من شهر، وممكن تدخل على الشهرين كمان، فهنسى يعني. ومهما حاولت ان انا اعلم علامات للحاجات اللي بحطها في الفريزر هتلاقيني ناسيه. ليه بقى؟ علشان الفريزر بتاعي افقي، مش اللي هو العمودي، الافقي اللي هو اللي عامل زي الدولاب الكبير ده. الحاجات بتتوه فيه، يعني اجي اجيب حاجه فوق من تحت اروح ملخبطه، حتى لو انا منظمه لا بتلاقي الحاجات بتتوه يعني. ما شاء الله لون الصلصه تحفه. لو عايزه تعرفي طريقتي في الصلصه تلاقيها الفيديو اللي قبل ده لو انتي اول مره تدخلي القناه. جهزت كده الاكياس بتاعه التخزين، وبعدين بقى كيستها على حسب الاكلات. انا يا بنات بحط في كل كيس 3 كوبشات، الكوبشه اللي هي بتاعه الاكل اللي بغرف بيها دي حطيت 3 في كل كيس. لو مثلا يوم المحشي بحس ان انا محتاجه صلصه اكتر بحط كيسين. الخضار العادي، المكرونات، الكلام ده بحط كيس بقى في الطبخه، على حسب بقى انا يعني ايه عايزه كميه طماطم قد ايه للاكل. بس المتوسط والغالب 3 كوبشات لجميع انواع الاكل. وادي المواعين بتاعه الصلصه بقى، والمواعين المتراكمه دي، الله المستعان الله المستعان. ما كانش ينفع احط الكاميرا اصلا، ما فيش مكان تتحط فيه الكاميرا، فروحت كده نازله في المواعين لوحدي. وبعد كده بقى هنمسك الحله الكبيره بقى مع نفسنا كده ايه، اشجعكم بيها يعني. قلت يعني المواعين دي اللي يشجع فيها اكتر حاجه الحله الكبيره دي، نسيبها على جنب كده ونشجعكم بيها ان شاء الله باذن الله حبيباتي. عايزه اشكركم على كلامكم الراقي في فيديوهاتكم الاخيره، وعلى تشجيعكم ودعمكم النفسي ليا ودعمكم المعنوي يعني اقصد. علشان بص يا بنات، كل سنة في شهر 11 تقريبا بيحصل كده في قناتي، بيروح اليوتيوب عامل معايا الجلاشة يعني ومظبطني كده، وفي حاجة اسمها اختزال مشاهدات. اختزال مشاهدات ازاي؟ يعني تلاقي اللايكات والتعليقات والمستوى التفاعل يدل ان مش هي دي المشاهدات. بعد كده المشاهدات المختزلة دي بلاقيها مرة واحدة طلعت. تابع القناة هتلاقي الاختزال ده بعد كده بيروح ظاهر، معرفش كل سنة في شهر 11. لو تراجعوا فيديوهات السنة اللي فاتت يعني دي مشكلة عامة، ولكن هي بتسبب لي بعض الإحباط يعني.
كده غصب عني يعني. فشكرا على دعمكم ليا، وقعدتوا تقولوا كلام والله يعني يخليني لو انا الفيديو ده هقدمه يجيب لي 5 مشاهدات كفايه عليكم عليا كلامكم الجميل ده ودعمكم ليا فعلا. الحله طبعا النهارده سلك المواعين خلصان، عملتها يا بنات بسمونشا، جايباها الشهر ده. هي عباره عن موجود فيها زي سلك مواعين، هي ب5 جنيه الواحده، وزي سمونشا عاديه بس حلوه قوي يعني. كنت بسمع عنها انها زي سلك المواعين، بس لما جربتها عادي يعني حسيت انها كأنها سلك بالظبط. ونضفت الحلة يعني بنسبة 70%. ولكن لما بعملها بسلك الألمونيوم البلد العادي صراحة بتبقى بتبرق يعني صراحة. وعايزة تنضفي الألمونيوم عامة بتعمليه لو بواقي الصابون بتاعت أبو ريحة عادي، الصابون بتاع الحمام العادي باقي عندك مثلا تغسلي بالألمونيوم، ولو الصابون اللي هو صلايت، ولو صابون كمان اللي هو البلدي العادي بنضف الألمونيوم قوي. نيجي بقى على البوتاجاز بعد الصلصة لازم نعمله تنظيف عميق. السترس يا بنات ركزي معايا عشان السترس ده مش بيتحط على كل حاجة في البوتاجاز عشان مش يبوظه، بيتحط على الحوامل عادي خالص. حطيه على الحوامل وسيبيه شوية بينزل الدهون لوحده كده، ترجعي تغسليها هتشوفيه دلوقتي من غير أي مجهود. تمام، يبقى هو كده أثبت فعالية على الحوامل. ولكن استلس البوتاجاز نفسه والحرف بتاع الازاز من تحت والكلام ده لو جبت عليه سيترس بيطفي وفعلا بيبوظ. والعيون ما بعملهاش بسيترس برضو غلط على العيون، انت كل اللي هتعمليه اللي هو الحوامل بس، السيترس حلو ليها. طبعا العيون بتاعتي عايزه ارجعها اللون النحاس الطبيعي بتاعها، بعملها بالصنفره اللي هي بشتريها من عند الموان وكل مره اقول لكم عليها، بس بقول تاني عشان لو حد جديد داخل القناه. جبت بقى الحاجات دي حتى بعد ما نطفت لازم انقعها في اللي هو الكربوناتو وخل، كربوناتو عادي خالص اللي هو البيكنج صودا والخل وشوية صابون مواعين. ليه بقى يا حبايبي؟ علشان اي دهون متراكبة في العين بتاعة البوتاجاز او في الفونيا من فوق، علشان الولعة تبقى سالكة كده لازم اصلا تشيليها بالمية السخنة دي. وبعدين بقى بنزل عليهم مية مغلية زي ما انت شايفة كده، بغطيهم واسيبهم لغاية لما اخلص باقي البوتاجاز، بتكون كل الدهون اللي فيهم نزلت لوحدها. نروح بقى على البوتاجاز من فوق. عملته ازاي؟ خدت شويه خل وشويه صابون مواعين وميه سخنه من الغلايه كان باقيه، رحت كباهم كده على سطح البوتاجاز والسبونش عادي او اي حاجه، وبعد كده بسحب بالفوطه، وبعد كده اقعد اعصر الفوطه وانشفها كذا مره لغايه لما تبقى البوتاجاز مش عليه ولا نقطه صابون، اتشطف كويس جدا. انا بشوف يا بنات ناس في فيديوهات كده بتاعت تنظيف اللي هي مش اصحاب قنوات، لا فيديوهات كده شركات تنظيف يقعدوا يكبوا ميه على البوتاجاز بطريقه، يكبوا كده ويدخل الميه جوه وتنزل، ده بقى بيعمل صدى في البوتاجاز وبيبوظه والبرومه بتاكله. لازم تعملي على الناشف البوتاجاز بالذات عشان يفضل معاكي اطول عمر ان شاء الله. شايفين بقى؟ شفتوا الحوامل نطفت وبقت زي الفل. دول خلاص بعد لما اتنقعوا همسكهم بقى، يعني شوفوا الميه لسه سخنه، همسكهم بقى عادي بالسلك عادي خالص كده وهنضفهم او الاسمونشة الخشنة. العيون عندي طبعا كنت قايله لكم قبل كده اللي كان بوظه حاجه اسمها الباور، عارفين الباور الاسود بتاع مايوي ده؟ كنت بقى في الاول اقعد بقى احط الباور والاقي الله الدهون بتنزل سهله جميله، راح بقى طفيلي العيون ومبوظها. عشان كده بضطر احط لها ورق الفويل اللي انتوا شايفينه ده علشان يعوضني عن اللمعان بتاعه العين اللي راحت الاصليه، وبيدي بقى شكل ظريف كده البوتاجاز وبحافظ لي على العيون برضو من الدهون. طبعا لو عايزه تعرفي طريقه تغليف العيون اكتبي مثلا تغليف عيون البوتاجاز قناه عيشي حياتك، هتلاقيني مغلفاها معاكي بالتفصيل. خلصت الحمد لله، قفلت البوتاجاز علشان بقى كنت بنضف فوق هنا الدهون كده عشان مش تبوظ لي البوتاجاز تاني، نضفتها اللي فوق الوحده اللي فوق البوتاجاز. بصوا بقى مسكت المطبخ من فوق كله الخشب، عملته يا بنات شويه صابون مواعين وخل، مش اكتر من كده، لان ايديا فيه على طول. وعايزه بالمناسبه اقولك دلوقتي فعلا نصيحه يا بنات، انا عن نفسي لو هعمل مطبخ تاني في يوم من الايام مش هعمل مطبخ ابيض. في ناس مصره على المطبخ الابيض وتقول لا حلو لو قعدت العمر كله هعمله تاني، لا انا بصراحه تعبني جدا في التنظيف. يعني انا وانا بعمل الصلصه عايزه اقول لكم كاني في قتيل في المطبخ، نقطه طارت هنا نقطه طارت هنا، يعني صراحه مقرف جدا جدا في الاستخدام. لو انت واقفه على الرخامه بتاعتك مثلا ما فيهاش مسد كده فوق او حاجز، اي حاجه على الرخامه بتسيل عليه تروح عاملالك بقع وخطوط، احيانا بتروح واحيانا ما بتروحش على فكره. هو طبعا خشب لاكيه يعني تنظيفه سهل، ولكن بصراحه يعني متعب في الاستخدام. فانت لو عروسه ما تتغريش في اللون الابيض، هو بيديكي وسع وبيديكي شكل المطبخ كده يعني ايه واسع وحلو، ولكن عملي لا. اصل المطبخ ده حاجه كده
يعني مفيش يوم تبارك الله اي ست بيعدي عليها غير لما تستخدم المطبخ، فلا ما انصحكيش باللون الابيض خالص. كده بقى كل المطبخ فل. نيجي بقى على الفوم ما غسلتوش من زمان، اللي هو الفوم الحجري، عايزه بقى انضفه كانه سيراميك، لان هو بيجي عليه دهون برضو. ويا بنات الفوم الحجري داخل على سنتين في المطبخ، سنتين بقى لي سنتين عاملاه، داخل في سنتين اهو ما شاء الله، زيه زي السيراميك، عملي جدا ما شاء الله، وبيتغسل. وهوريكي دلوقتي ازاي بغسله. طبعا فتحت البوتاجاز عشان افرح بشكله كده، غسلت مرايه البوتاجاز اللي تحت بحاجه يا بنات اسمها الكلوريكس الالوان، والميه برضو حاطه فيها كلوريكس الوان، علشان كلوريكس الالوان فعال جدا على فكره على الدهون. جبت المقشه بتاعتي يا بنات، دي بتاعه تنظيف بس، يعني المقشه دي ما بكنسش بها الارض، دي بعمل بها سيراميك الحمام العالي فوق لما بنضف الحمام اسبوعيا. الحاجات العاليه بنضف بها احيانا الفواصل، الفينيل او المشمع الارضيات ده برضو عايز حاجه ناعمه بنضف بيها. فانا عندي كده يعني كميه ادوات تنظيف محتاجه غرفه صغيره كده احطها فيها. ما شاء الله غسلتها وشطفته بميه وبقى زي الفل. نيجي بقى كده يا بنات على الشكل النهائي علشان نفرحكم. وعايزه اقول لكم النهارده بقى عملت ايه، الطبخ ايه، يعني اكيد اليوم اللي فيه صلصه جاهزه هنعمل ايه، هنعمل محشي. ولكن بصراحه انا من امبارح مقوره الكوسه والبتنجان محطوطين في رف التلاجة، هطلعهم. يعني انا كل اللي انا هعمله ان انا هضيف الخلطه على بعضها واحشي وبس. وصينيه فراخ كده على السريع، هنشوف الاكل يعني معمول كده على السريع. وفي شويه مشتريات يعني مش كلها جايباها النهارده، في حاجات بكون جايباها واقعد اشيلها كده، حاجات بسيطه جدا يعني مش مشتريات اصلا تعتبر. ولكن لما اجي انضف المطبخ التنظيفه اللي انتوا شايفينها اللي يعتبر العميقه دي، اروح مطلعه المشتريات بقى عشان افرح بيها، انا كده عامله زي العيال. بصي يا ستي، ادي الصلصه طبعا معموله جاهزه، يا دوب فكت بس عملتها على البصله، والرز جاهز معايا وكل حاجه، ما خدش مني وقت. ده على فكره دي جمانه بنتي فرحانه ان في محشي يعني، فبتعمل لكم علامه النصر، انتصر عملنا محشي. الولاد عندي ما شاء الله بيحبوا المحشي يعني، وبيحبوه مني انا بالذات. كان في كده فرخه كده طلعتها تبلتها على السريع، وما تبلتهاش، ما كانش في وقت للتتبيله، عملت عليها الطماطم والبصل وسويتها بقت زي الفل. وده كده الغدا بتاعنا النهارده. نيجي بقى على شويه المشتريات اللي انا جبتها، كنت محتاجاها بصراحه، كلها يعني حاجات محتاجاها. اول حاجه يا بنات جبتها البلانشه دي، البلانشه اللون عجبني علشان هتنطق مع الصينيه دي، وسعرها 45. بقالي فتره لما بنزل اشتري بلانشه الاقي الاسعار خياليه مش عارفه ليه، فلما لقيت السعر ده قلت اجيبها. انا عندي بلانشه اللحوم كانت تقريبا يعني مش نفس النوع، كانت افضل منها بقالها سنين عندي، حلوه وعمليه جدا. ودي جبتها قلت ايه هتنفع بقى مع الصينيه دي، شكلهم حلو. وكان سعرها 45 جنيه. وعلى فكره يا بنات الصينيه البينك دي برضو لسه جايباها قريب، سعرها 35 جنيه، تقليد ايكيا اللي هي ب100 وشويه. طبعا بما انني بحب كل ما هو قديم، يعني الاسمونشات دي يا بنات زي بتاعه زمان، فاكرين الاسمونشات زمان كانت مدوره كده وتحسي والله شكلها حلو، رحت جايباها بقى 3 تقريبا ب7.5. والتانية اللي هي فيها خط لبني دي جايباها علشان الركنه. الصينيه البنك طلع منها اطباق صغيره برضو بلاستيك، مش معدن. بتاعه ايكيا بنات، الفرق بين دي وبتاعه ايكيا ان دي بلاستيك وبتاعه ايكيا معدن. دي برضو زي اطباق ايكيا الصغيره، دول 4 ب30 جنيه، 4 ب30. تحط عليهم كوبايه في التقديم، تقدم عليهم حاجات للاولاد علشان ما تتكسرش، تقدمي فيها تسالي، بصراحه عمليه. والحرف بتاعها عالي مش واطيه، يعني من جوه العمق بتاعها ياخد حاجات كويسه، شكلها حلو. بوريكم بقى يعني تفطري عليها، تحط عليها قرصة مش عارفة ايه، حاجة تفتح النفس وسعرها مش غالي خالص. يعني ديكورات بسيطة في المطبخ كده بتجدد لك يا بنات، يعني بتكلم عن التجديد فعلا بحاجات بسيطة. يعني ست البيت لما تكون واقفة كل يوم في المطبخ بتبقى محتاجة كل فترة كده حاجة شكلها جديدة للعين. شالوموهات ولادي صراحة يعني بيحبوا يتدلعوا شوية، فبجيبها لهم على طول، دي ب10 جنيه. والفرش دي طبعا الكلمة اللي هقولها لكم دلوقتي بقولها لكم على طول، انا اخر يعني واحدة بتجيب الحاجة انا،
قعدت اقول هي بتعمل ايه، بس طلعت بتعمل حاجات كتير. في منها حجم صغير وفي منها الكبير ده يا بنات. هي على فكرة مختلفة الخشونة، في واحدة خشنة قوي، واحدة وسط، وواحدة ناعمة جدا. فانا عايزة اعمل فواصل السيراميك بتاعة الطرقة والحمام، عايزة اسقيها. فلما تسقيها لازم تطلعي اي حاجة في الفواصل لغاية العمق الاخر علشان تسقي صح. فالخشنة علشان كده، والناعمة والتانية عشان البوتاجاز وفواصل السيراميك بتاعة المطبخ اللي هي الحيط نفسه. استيكر البوتاجاز من الحاجات اللي ممكن تجددلك في المطبخ وتديكي شكل جمالي ما تتخيلهوش، وده سعره 10 جنيه. ولو غيرتي فيه كل شهر واحد بس كده، ولا كل شهر ونص مثلا تشيليه وتحطي واحد جديد، والله بيغير يعني المنظر بتاع المطبخ جدا حبايبي. ودي كمان جبتها، دي برضو سعرها تقريبا 17.5، كنت جايباها من سنتين، فاكرينها اللي هي بس عبدالله الله يهديه الله يهديه خدها من على حوض المطبخ وقعد يخترع على حوض الحمام بيها. فعبدالله استخدمها في الحمام، في حوض الحمام، فمرضتش ادخلها المطبخ تاني. حتى بقالكم مثلا كام فيديو مش بتشوفوها على الحوض، بس كانت بتنفعني جدا. غير الشكل الجمالي بعمل بها الفواصل بتاعه الفوم الحجري اللي موجوده فوق الحوض، والفواصل بقى الحد بتاع الحوض والحاجات دي بتطلع لي الحاجات ونضيفها صراحه في الاستخدام، فجبتها تاني. عندي اطقم اركوبال وعندي اطقم بورسلين والحاجات اللي انتوا عارفينها، بس الطبق العمق بتاعه في الغرف ما بيعجبنيش، فمحتاجة اطباق للغرف، عارفين اللي هي تبقى تغرفي فيها الخضار كده، تبقى عميقة. جبت الواحد ب30 جنيه، ده صيني، ده ب30. والله يا بنات الحاجات دي كانت لغاية مثلا قريب الواحد ب15 وب20 صح. غيري كل حاجة غليت. والثلاث بولات دول بورسلين، ينفعوا يدخلوا الفرن على فكرة، تحطي فيهم عليه اي حاجة وعجبني لونهم جدا. الواحدة ب15 جنيه، كنت جايباهم من رنين. على فكرة الحاجات دي كلها مش في يوم واحد ومش مكان واحد، بس انا بجمعها وبعدين لما انضف المطبخ ارصها بقى ايه على نظافة في المطبخ. يعني تقدروا زي ما انا بقول لكم تقولوا شغل عيال كده. حبايبي ما تنسوش كده تدعموني بلايك، جزاكم الله خيرا، وتزوروني دايما في القناة لو مش بيجيلكم اشعار، علشان الاشعارات ما بتوصلش اليومين دول. وعايزة اقول لكم حبايب قلبي كمان حاجة مهمة جدا، انك تلغي الجرس وتفعليه تاني. يعني انا لغيت الجرس وفعلته كذا مرة، اعملي كده تاني. وكمان عايزة اقول لكم ان انت ممكن تلغي الاشتراك وتشتركي تاني برضو، يعني الحركة دي مهمة بقى جدا. الغي الاشتراك دلوقتي وروحي مشتركة تاني في نفس الوقت حبيبة قلبي، وفعلي الجرس، ان شاء الله ده بينشط القناة من تاني. انا بحبكم جدا، ولا اعرفكم ولا شفتكم، بس انا بحبكم من خلال تعليقاتكم وكلامكم الراقي اللي زيكم. بحبكم في الله حبيباتي ومحباتي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.